السلام. اليوم انا غادي نهضروا على السوجي ديال ديفاي. هذه لا بروميير بارتي ديال واحد السيري ديال لي بودكاست. شنو هي لا ديفاي؟ لا ديفاي كتعني ديسنترلايزد فاينانس، يعني بالعربيه الماليه اللامركزيه، وهي عكس centralized finance او الماليه المركزيه اللي كتطلب منك انك دوز من واحد المؤسسه مركزيه باش تستافد من الخدمات الماليه. نفترضوا انك بغيتي تاخذ كريدي، خاصك دوز من البنكه. هنا البنكه كتلعب الدور ديال الوسيط بينك وبين هذاك الشخص اللي غادي يسلفك دوك دابا فهمنا باللي باش تستافد من الخدمات الماليه في النظام المركزي او النظام الكلاسيكي خاصك البيرميشن، يعني خاصك الاذن من عند هذيك المؤسسه الماليه باش تستافد، وخاصك تجاوب على مجموعه من الشروط والمؤهلات باش تستافد. يعني خاصك تجيب حجه على السكن، الهويه ديالك، السن ديالك. ديفاي كلشي permissionless، يعني بدون اذن. اي واحد في العالم عنده انترنت يمكن ليه يستافد من احسن الخدمات الماليه في العالم بدون اذن. هذه واحد الحاجه اللي واعره بزاف واللي زوينه، حيت كتعطي العالم كامل حق الولوج للخدمات الماليه وكتحيد هذيك المشاكل ديال الاقصاء والعنصريه الى اخره. ثاني حاجه كتميز لا ديفاي على الماليه المركزيه هي انها trustless، يعني بدون ثقه. هاد الشيء كيعني بلي ما تحتاجش دير الثقه في شي مؤسسه ولا شي شخص هو اللي يدبر لك فلوس ديالك، ولا باش تتعامل معاه ما تحتاج دير الثقه حتى في شي وسيط اللي يدخل بينك وبين هذاك الشخص. وكتعامل مباشره مع عقود ذكيه، اي سمارت كونتراكتس، اللي هما عباره على كود انفورماتيك كودي في لا بلوك تشين اللي كيخدم ملي كيتوفروا الشروط اللي مبرمجه في داك السمارت كونتراكت. لي بروتوكول ديال لا ديفاي هما عباره على سمارت كونتراكت كما قلنا، اللي يمكن يكونوا اوديتي، يعني مجربه من طرف شركات ولا اشخاص مختصه في هذا الدومين، باش ما يكونش شي بوغ ولا شي فوت اللي كتسبب في الهاك ديال هذاك البروتوكول. في لا ديفاي انت اللي كتكون كتمتلك فعليا الفلوس ديالك، وهذه واحد القضيه اللي مهمه بالنسبه لي انا شخصيا، واللي خص تكون مهمه بالنسبه لك انت، حيت الا كان عندك فلوس في لا بنك ولا اسهم في شي بروكر، هاد الاسيتس يمكن يحتاجوهم ليك في شي، يعني في شي في الديفاي حتى واحد ما يقدر يمسلك فلوسك، هادوك تيبقاو ديالك الا في حالات ما عطيتيهم انت الاكسي، يعني انت اللي عطيتيهم السيد فريز ديالك ديال الواليت ديالك. هذه الحاله الوحيده اللي يمكن لشي واحد يعني يحبس لك فلوس ديالك ولا يحتاجهم. الديفاي عامره بالفرص ديال الاستثمار والربح الفلوس. اول طريقه هي الستيكين. التعريف الحقيقي ديال الستيكين عنده علاقه بالفاليديتورز وكيفاش كيخدم لا بلوك تشين بروف اوف ستيك، ما حنا ما غاديش ندخلوا في هاد لي ديتاي هادو، اللي غنخليهم لواحد البودكاست واحد اخر. احنا اللي تيهمنا غادي نعطيو غير التعريف اللي تكنيكمون غلط، ولكن صحيح من ناحيه المضمون ديالو. ستيكين هو تعطي الكوينز ديالك ولا الفلوس ديالك ولا لي توكن ديالك لواحد البروتوكول باش تربح عليهم فلوس. هذه هي الفكره الاساسيه ديال ستيكين. ثاني طريقه باش تربح فلوس في لا ديفاي هي الليكويديتي بروفايدينغ، واللي بالعربيه هي توفير السيوله. شنو كتعني؟ كتعطي لواحد البروتوكول جوج ولا اكثر ديال لي كوين مختلفين باش هذاك البروتوكول يقدر يخدم. يمكن لينا نشبهوا هذه العمليه بحال مثلا كتعطي الدولار ولورو لشي بنكه، باش اي واحد جا بغى يبدل الدولار بلورو ولا اللورو بالدولار، يعني البنكه تكون عندها واحد الفلوس اللي موجوده، وما تقولش ليه، ما تقولش لذاك الكليان ديالها راه ما عنديش الدولار تسناه ولا ما عنديش لورو. اي واحد يعني جا للبنكه خص تلقى عنده السيوله. نفس الحاجه بالنسبه للبروتوكول ديال ديفاي، خص تكون عنده السيوله، خص تكون عنده واحد الوفره من هذوك لي كوين باش ما يطراوش مشاكل. فكمكافاه على هذيك السيوله انت اللي وفرتي للبروتوكول، البروتوكول كيعطيك واحد بورسونتاج، يعني واحد البورسونتاج من تريدين في، يعني كتربح واحد البورسونتاج من الفيز اللي كيخلص اي واحد جا بغى يستعمل البروتوكول. يعني انت فاش كتجي مثلا باغي تبدل واحد الكوين بواحد الكوين، البروتوكول يعني تيتخلص واحد الفيز، وما تيكون واحد الفيز قلال، ولكن مع الوقت مع كثره الاستعمال تيتجمع واحد لو مونطون. هذاك الفلوس اللي كتجمع كتفرق على الناس اللي عاطين السيوله. يعني هنا البروتوكول ما عندوش واحد المصاريف ديال يخلص الخدامه، ما عندوش المصاريف ديال الضو، ما عندوش المصاريف ديال بزاف ديال الحوايج، فهو مجرد بروتوكول، يعني واحد الكود اللي كاين في لا بلوك تشين، وهذاك الكود هو القانون ديال التعاملات اللي تيكون في هذاك العقد الذكي او سمارت كونتراكت. فهادشي علاش تيكونوا هاد الارباح في البروتوكول تيكونوا كبار بزاف مقارنه بالبنكه. يعني البنكه هي ملي كتحط فيها فلوس هي كتستثمر دوك الفلوس كتربح منهم وكتعطيك غير واحد يعني والو، واحد البورسونتاج اللي قليل. فانا البروتوكول منكم واليكم كتعامل مع الناس ديريكت، الوسيط بيناتكم هو هذاك البروتوكول. شي مرات
تيكونوا دي بروتوكول محتاجين الليكويديتي، يعني محتاجين هذيك السيوله بواحد الطريقه كبيره. فباش يحفزوا الناس انهم يحطوا عندهم السيوله، كيفرقوا واحد الانسنتيفز، يعني واحد المكافآت. الناس اللي تيجيو تيحطوا عندهم الليكويديتي هادو كيتسموا بالفارمز. يعني هنا غنبداو ندخلوا في الفارمين، هادو كيتسموا بالفارم. وكاينين شي ناس، واحد الفئه ديال الناس، واحد الفئه ديال المستثمرين اللي كيقلبوا على هاد لي بروتوكول باش ياخذوا هاد الريورد. يعني اهم حاجه عندهم هي هاد الريورد، هادو التحفيزات. فهما تيبقاو يعني تيتنقلوا من بروتوكول لبروتوكول وتيحاولوا يطلعوا لي ماكسيميزيو هذاك الارباح ديالهم في لا ديفاي. هاد العمليه كتسمى بالييلد فارمينغ. هذا هو الفارمينغ ولا الييلد فارمينغ. المهم نهضروا على دابا غادي ندوزو وغادي نهضروا على الليندينغ اللي هو السلف او التسلاف. الديفاي كتعطيك الامكانيه انك تسلف فلوسك وتربح عليهم واحد السعر الفائده. وعندك واحد لوبسيون الثانيه اللي هي يمكن لك تسلف، يعني انت تسلف الفلوس من داك البروتوكول الا حطيتي واحد الكريبتو ديالك ضمانه ولا حطيتي واحد الضمانه في داك البروتوكول. باش نشرح اكثر، مثلا عندك $1000 ديال ايث وانت كتظن باللي انهم غادي يطلعوا في الثمن من هنا لقدام، ولكن انت محتاج فلوس، يعني ما بغيتيش تبيع هذاك الايث ديالك، يمكن لك تحطو كضمانه وتسلف عليه فلوس من البروتوكول، تخلص الكريديت ديالك من بعد وترجع الايث اللي غيكون طلع في الثمن. اخر حاجه غادي نهضر عليها هي لاغبيتراج. في الاصل هو احسن نوع ديال التريدين هو لاغبيتراج اللي فيه ربح كتير والريسك قليل، فواغ ما كاينش كاع هذاك. ولكن المشكل هاد الاربيتراج ما تيكونش اكسيسيبل للعامه، تيكون خاص بالويلز. وشكون هما الويلز؟ هما الناس اللي عندهم فلوس بزاف، يعني هما اللي تيقدروا يديروا هاد الاربيتراج. باش نبسطوه، يعني هاد الاربيتراج هو العمليه ديال تعديل السوق. تخيل مثلا ان ثمن الايث في كوين بيس ناقص على الثمن في باينانس. الاربيترور هو اللي غادي ياخذو من باينانس وغادي يبيعو في كوين بيس وغادي يربح هذاك الفرق ديال الثمن. دابا هاد العمليه ما بقاتش محتكره على الويلز، انما خرجوا دي بروتوكول اللي كيسمحوا لك انت تقدر تستافد من هذا الاربيتراج. كاين دي بروتوكول بحال كوجيرا اوركا. باش نسالي هذا البودكاست غادي نقول لكم بلي اي حاجه كاينه في السنترلايزد فاينانس كاينه احسن ورخص وسرع في الديفاي. الا ما تيقشونيش يمكن لكم تمشيو للسيت ديال ديفاي لاما وتشوفوا كاع لي بروتوكول اللي كاينين وكاع لي بورسونتاج ولا الارباح اللي كاينه في هذوك لي بروتوكول. دابا وصلنا لافان ديال هذا البودكاست. تهلاو فراسكم ونشوفكم في ليبيزود الجاي.